اللي بيشتغل في السياحه ده يا اولاد، اقول لكم انا على حاجه حلوه خالص. النشاط السياحي في اسيا واوروبا. صليت على حضره النبي؟ تبزيد النبي صلاه. اللي عاوز يبقى معاه فلوس كتير بالنسبه للشباب يدخل كليه سياحيه ويروح يشتغل جيست ريليشن ويبقى عامل زي الاستاذ احمد سيد حجاج، هيكسب فلوس بالدولار. اه والله والله كده. ما انا هقول لك اهو، هقول لك اهو هتكسب فلوس بالدولار قسما بربي، بالدولار، وهتكسب فلوس كتير جدا. بس اقول لك على حاجه، في النهايه هتكتشف ان هي حرام. بقى ليه خلوني وانتوا شباب لوحدكم بقول لكم. طيب، السياحه مصدر مهم من مصادر الدخل القومي، بيوفر فرص عمل. مش بس كده، ده بيوفر استثمارات ورؤوس اموال مختلفه من شركات مختلفه. ده مش بس كده، ده بيساعد على التنوع الثقافي والحضاري للدول والقارات. السياحه حاجه مهمه جدا وليها اهميه. زياده استثمار، مصدر دخل قومي، فرص عمل، تنوع ثقافي وحضاري بين الدول والقارات يساعد عليها. فالسياحه مهمه، فيها فلوس كتير جدا. عايز اقول لكم على حاجه، لكل مواطن مننا بفضل السياحه والمواقع اللي عندنا في مصر، لكل مواطن وحقك المكتسب في الدوله 1.5 مليون شهريا. طبعا انت ما بتحصلش عليه، الدوله بتحصل عليه عشان تعمل لك مدارس ومستشفيات وبنيه تحتيه كويسه، غاز وصرف وميه. لكل فرد من مصر المفروض ليه حق 1.5 مليون شهريا من السياحه فقط. ده جانب، ده شهريا والله. انا بفتح عينكم على حاجات عشان تروحوا تطالبوا بيها، وانا كمان اخد ال1.5 مليون معاكم. ايوه طيب خلاص. اذا السياحه مصدر مهم، مصدر جميل وكويس. فالدوله المتقدمه مش متقدمه بالزراعه بس، ولا بالصناعه بس، ولا بالتجاره بس، لا، بالانشطه التانيه المختلفه. انت بتقيس الشعب المتقدم في ايه؟ السياحه دي مش ترفيه ولا استجمام وخلاص، ولا مجرد ان هو استجمام. موقف بسيط خالص، واحنا كنا في الاقصر وكنا يعتبر في الوقت ده بنتعلم في الجامعه، كان في راجل كبير من اوروبا عنده ولا 20 30 سنه كده، يعني عنده 80 سنه 90 سنه. الراجل ده مش جاي عشان يستجم، مش جاي عشان يترفه، ده جاي عشان يدرس من تاريخك، يدرس من اثارك، يدرس ويتعلم. اللي انا عايز اوصله لك، السياحه مصدر اقتصادي مش للاستجمام ولا للاسترخاء ولا للترفيه، بالعكس، ده تبادل الثقافات بين الشعوب وزيادة الثقافات بين الشعوب المختلفة. حضرتك لما بتقعد مع أي ويف من الدول الخارجية وتتكلم معاهم بلغتهم وهم يتكلموا وياخدوا عنك اللغة بتاعتهم، كده أنت بتفهم سياحة وبتتعرف على ثقافات الشعب ده. لما هم بيشوفوك لابس الملابس الفلانية، هم كمان بيبدأوا يلبسوها ويروحوا يطبقوها عندهم. انت كمان بتقلدهم في بعض سلوكياتهم وصفاتهم. اذا السياحة مش مجرد ترفيه، ان انا راح اتفسح، ولا هي فسحة راح استجم، لا خالص. ده تساعد على زيادة المعرفة والثقافات وتبادل المعرفة والثقافات بين الشعوب. طيب، هنا مقومات عشان تبقى عندك سياحة، لازم هيكون عندك مقومات طبيعية ومقومات بشريه، ودي اتكلمنا فيها امبارح يا محمد يا عمرو. المقومات الطبيعيه، وهي لازم يكون موقعك الجغرافي مميز. يعني ايه؟ تعال نبص كده على اول مقوم طبيعي، هنكتبه كده على جنب، المقومات الطبيعيه. والجو جاب دلوقتي وقلب حر جامد، زهد بجد والله. عاوزين ندخل في حاجات كتير. لا مش دلوقتي يعني، هحاول نشوف كده من بكره. ماشي، ممكن برضه في القاهره حاول. بكره المروحه نفسها كده ممكن ما نفهمش. مين يعرف اللي يفك المروحه؟ لا، ده عايزك عربيه عشان يكسب العربيه. لا يا عم، احنا ليه نفصلها؟ ما احنا هشوف كده، اتصرف نخرج الحاجات ونشتغل جوه. شوف، هقول لك حاجه حلوه. نعم، ممكن نيجي نساعدك احنا والشباب، نعمل معاك النهارده وانت فاضي. لا النهارده انا مش فاضي، النهارده الخميس ده انا شغال ربنا الاعلم من 6 الصبح. بكره بالليل. طيب بكره بعد الجمعه انا هنا ابقى الساعه 2، اخلص حصه الساعه 4 وخلاص ابقى فاضي. ممكن تبقوا تقولي الساعه 4:30 كده ونشيل ونفضي الاوضه دي. مين هيقدر بقى؟ هنشوف، بس هقول لكم بعد هنقول لكم، هكتب لكم على الجروب.
طيب صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. المقومات الطبيعية والعوامل الطبيعية عشان يبقى عندنا سياحة، أول حاجة وهو الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي، وخصوصا لما يكون موقع جغرافي متميز. موقع جغرافي بالنسبة لآسيا، هو اللي يضحك في كده؟ بالنسبة لأوروبا. والله هو اللي حاجه ضحك. بس يا محمد يا عم، محمد يا عم، بس يا محمد يا عم. طيب بالنسبة لقارة آسيا زي ما احنا عارفين إن هي تتوسط في موقعها الجغرافي ما بين يعني غربها بنلاقي أوروبا، يعتبر كمان من الغرب بتاعها بنلاقي أفريقيا، كمان تحت منها أستراليا. ولو بصينا على مضيق اسمه مضيق بيرنج بيوصلها بأمريكا الشمالية، يبقى تتوسط قارات، فده موقعها مميز. يبقى تتوسط قارات مثل، واحد قال افريقيا مفيش اي مشكله، واحد قال امريكا الشماليه مفيش اي مشكله عشان بتعدي من على مضيق بيرنج، كمان استراليا، كمان اوروبا. كلامك سليم، خلاص يا ابني. اما بالنسبه لاوروبا برضه بتطل على امريكا الشماليه وعلى اسيا وعلى افريقيا، صح كده؟ بتطل على اسيا وعلى اوروبا وعلى افريقيا. ده مين؟ ده هي اوروبا نفسها بتطل على اسيا، امريكا الشماليه، افريقيا. طيب يعني المواقع بتاعتهم مميزه ان هم وسط قارات كتير، مش موقع كده محذوف لوحده محدش بيروح له. اتفقنا؟ بيحضهم قارات كتير. اتفضل. هي برضه مش اسيا، برضه جنوبها تتردد امريكا الجنوبيه. جنوب اسيا؟ لا لا لا، بتقرب من استراليا. استراليا هي اللي قريبه من امريكا الجنوبيه. طيب فبالنسبه لاوروبا، اهم دوله او اهم قاره يا امل يا رؤيه، ما تكلميهاش وسيبيها. اهم قاره في العالم كله في السياحه. عارف ليه؟ اول حاجه اوروبا قاره مميزه في كل حاجه، رغم ان هي قاره صغيره ولكن مميزه. مميزه بوجود فيها المناخ المعتدل. معتدل في ايه؟ في فصل الصيف الا في اجزائه الشرقيه. تعال ناخد بقى ايه في المناخ رقم 2 على طول. تاني حاجه بتساعد على المناخ، مناخ دي ومناخ دي. ده مناخها صيف شتاء مطر طوال العام. حتى الناس اللي بتتفرج على كوره بيتفرجوا ان هو بيلعبوا الكوره في اثناء المطر، صح كده؟ مطر طوال العام. ده فين؟ ده في اوروبا صيف شتاء. طب الصيف معتدل زي هنا خالص؟ لا معتدل. ها؟ اما الشتاء بص كده الحته اللي جايه في الشتاء تنخفض درجه الحراره الى ما دون الصفر المئوي. عارف يعني ايه؟ يعني ان كانت درجه الحراره بتكون عندنا هنا 12 وبنبقى بنقول لك احنا تلجانين وبنحاول نولع في البيت ونشغل منقد واثنين وثلاثه ودفايات كهربائيه عشان ندفى، قال احنا بحجه ان احنا سقعانين، وبتبقى متغطي لابس جاكيت ولابس بطانيه والدنيا سقعانه معاك. طب تخيل معايا لو دي 12، دي درجه الحراره عندنا احنا في مصر هنا كام؟ 12 في الشتاء، وكده انت سقعان. هي بتوصل عندهم بقى ايه؟ -5 -7 -9 -12. سالب 26. ايه؟ وصلت سالب 26. متعودين. هيجوا هنا في الشتاء عندنا اسمع محمد عبد. وصلت عندهم سالب 26 بس. حصل. طيب فيعتبر مناخها متنوع ومميز ادى الى زياده السياحه. ماشي، كلام سليم. اما بالنسبه لاسيا المناخ بتاعها ايه؟ هو مش معتدل غير في ايام معينه او في اماكن معينه بس. تركيا ده مناخها معتدل. تركيا في اسيا، بلاد الشام بمعنى صح الدول اللي تطل على البحار، زي تركيا بتطل على البحر المتوسط، الشام بتطل على البحر المتوسط، فده اقليم اسمه اقليم مناخ البحر المتوسط الذي يتميز باعتدال درجه الحراره. طيب واحد هيقول لي ايه؟ وشرق اسيا وبيطل على المحيط الهادي زي جزر اليابان، جزر الفلبين، اندونيسيا، كوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه، شرق الصين. تعتبر المناطق دي معتدله هي كمان، فلذلك فيها سياحه. يبقى اماكن السياحه برضو بالنسبه للمناخ المعتدل هنا هنقول تركيا، كمان بلاد الشام، كمان شرق اسيا اللي هو احنا قلناهم بسبب اعتدال المناخ. طيب
دي يعتبر برضو من ضمن الحاجات الطبيعيه اللي ربنا خلقها عشان يبقى فيه سياحه. غير كده بنلاقي تضاريس. عد معايا، احنا دارسين في الترم الاول ايه؟ اسيا مليانه تضاريس كتير. من اول حاجه الجبال، هيمالايا، صح؟ ودي اقوى او اعلى سلسله جبليه. استاذ ولا هيجي يعمل سياحه على الجبال هيعملها ليه؟ ها؟ تسلق يا حبيبي، اسمها سياحه تسلق. انت بالنسبه لك انا راح اطلع جبل؟ طب ما انا بروح بمشي لحد كوبري الحسنيه، ببقى كاني طلعت على كوبري الحسنيه. يا ابني اسمع، انت لما بتيجي تقول انا رايح لحد كوبري الحسنيه، انا هطلع على كوبري الحسنيه، انت بتطلع فعلا؟ انت فعلا بتطلع على كوبري الحسنيه؟ ولا بتمشي لحد كوبري الحسنيه؟ بتمشي لحد كوبري الحسنيه، مش بتطلع على كوبري الحسنيه. ماشي؟ انتوا بتتكلموا في التليفون بتقولوا لبعض كده. طيب 2، الجبال يا حبيبي دي سياحه تزلق وكمان تسلق. تسلق الجبال ده من ما تبصش ليك، انت هنا فلاح ما تعرفش يعني ايه تسلق وتطلع جبل وتحس بالمتعه دي كده وانت ياه قمه ايفرست. نهار ابيض، اصلا قمه ايفرست يا حبيبي يا متخلف عقليا، مين اللي قال لك صعدها دي؟ مين اللي قال لك صعدها ده يا ابني؟ محمد عمرو كان معانا. الترم الاول يا حبيبي انا قلت في سلسله جبال الهيمالايا ان هي من ضمن الجبال المميزه لقاره اسيا، ان كان بيتصور عليها فيلم اجنبي ومات القصد بتاع العمل كله وهو بيصور الفيلم بسبب شده البروده، بسبب شده البروده. فانت بتتكلم في اعلى قمه جبليه في العالم، 8000 القمه بس. الطربوش الطربوش عارف يعني ايه الطربوش؟ 8848 كيلومتر مربع. يعني ايه؟ ده انت بتروح لحد اسكندريه 200 كيلومتر بتاخدها في كام ساعه؟ بتروح لحد اسوان اللي انت لسه جاي منها في كام؟ في 400 كيلومتر. 400. اما 8000 التلفزيون 250. لا يا جدع 765 كيلومتر. 700 من 8000 856 كيلومتر. انت مجنون، انت مجنون يا ابني. 8800. انت عارف القمه ده الطربوش. الجبل بقى نفسه، الجبل انا وصلت لكم في الترم الاول لما قلت لكم ان هو يتكون من كام منطقه؟ من 4 مناطق. الجذع بيكون تحت في القاع، ثم منطقتين فوق، ثم القمه. تخيل كل بقى اضرب، قلت لكم اضربوا الرقم ده في 4، حصل ولا ما حصلش هيدينا ارتفاع الجبل. في جبال الهيمالايا الناس بتعمل عليها سياحه تسلق، فاحنا عندنا في اسيا جبال الهيمالايا. بس لا، عندنا هضبه تبت من افضل الهضاب اللي هي تعتبر سقف العالم، اللي هي تغطي قمم الجبال اللي الكل برضه بيحب يتسلقها ويحب يعمل عليها رياضه تسلق ورياضه تزحلق كمان على الهضاب. واكتر حاجه بتكون على الهضاب هي رياضه التزحلق. بالتزحلق على الرمال الهضبه مثل هضبه التبت. كمان التزحلق حاجه جميله جدا على فكره. انا لعبتها التزحلق دي في عندنا هنا في الفيوم. والله جميله جدا. كمان هتلاقي في اسيا بعض من الجزر والارخبيل مثل جزر المضيف. مالها المضيف دي؟ المضيف دي اللي محمد صلاح اول واحد شهرها. محمد صلاح لاعب كره القدم اول من شهر جزر المضيف. لماذا؟ هواي قال لك تتميز بهم كثره الشعاب المرجانيه. طب ما احنا عندنا شعاب مرجانيه صح؟ قال لك لا، الميه بتاعتها يا ده اسكت محمد يا عم اسكت. الميه بتاعتها مياه فيروزيه صافيه، ميه نقيه جدا، ميه جميله جدا 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 في قلب المحيط الهادي. لذلك جزر المالديف في اسيا تعتبر من الجزر التي بها شعاب مرجانيه ومياه فيروزيه صافيه، ميه كده جميله جايه من قلب الرمال البيضاء اللي فيها في الهندي. كمان الصحاري المعتدله والحاره اللي فيها. استاذ وانا هاجي في الصحاري المعتدله اعمل فيها ايه؟ حضرتك الصحاري المعتدله او الحاره دي بيكون فيها جبال برقانيه اللي هي البراكين. برضو في ناس بتحب تروح تتسلق او تتزحلق او تتسلق عموما الجبال البرقانيه. طب هواي ممكن واحد يطلع بحته ذهب عادي يعني. الجبال البرقانيه لا، ما انت هتتفتش وانت خارج. الجبال البرقانيه فيها برضو سياحه، وده مظهر طبيعي، ودي موجوده في الصحاري الحاره والمعتدله، او كمان الصحاري الرمليه. الصحاري ما احنا لسه قايلين ان احنا عندنا الصحاري في الفيوم فيها برضو رياضه تزحلق. طيب دي بالنسبه لاسيا اللي هي جبال الألب، جبال الهيمالايا، هضبه التبت، جزر المضيف، الصحاري المعتدله والحاره اللي تعتبر من اهم المناطق التضاريس في اسيا.
جبال هيمالايا، هضبة تبت، جزر المضيف، صحاري حاره ومعتدله. صحاري حاره معتدله، دول الاربع مظاهر سطحي في اسيا اللي فيها سياحات. طيب اما بالنسبه لاوروبا، جبال الألب، الراين، جبال الألب وجبال البرانس عفوا. بس جبال الألب دي جزء منها البرانس وجبال الألب الدنياريه لو تفتكروا، تعتبر من ضمن الجبال او من ضمن سلسله جبال الألب. بس الاهم بتاع اسبانيا اللي هو البرانس. اسبانيا فيها جبال البرانس دي مهمه جدا من رياضات التسلق برضو التسلق. فبالتالي جبال البرانس دي افضل كمان جزء كبير جدا من جبال الألب. والألب نفسها اللي هي فين؟ في المانيا. واحده يقول يا استاذ هي الألب في المانيا؟ ايوه ليها قمم في المانيا. ففي هناك جبال الألب دي في الوسط يا ابني، برضو من ضمن الرياضات المهمه جدا في اوروبا. طيب كده اوروبا فيها جبال من التضاريس. طب فيها ايه تاني؟ فيها شلالات الراين اللي موجوده في سويسرا. شلالات الراين ليه؟ لو انتوا فاكرين كده من الترم الاول ان جبال الألب دي كانت متقطعه. التقطع ده عمل نافورات ميه، فالنافورات الميه دي بقت عامله زي الشلالات. زي ايه؟ الشلالات دي الكل هناك بيروح ينط من فوق الشلال. هتلاقوا عندنا شلال هنا في وادي الريان في الفيوم ملوش حل كمان. طيب انا بعمل دعايه للفيوم شكلي كده. طب ما يلا نطلع رحله الجايه. طيب الفيوم يا ابني او الشلالات دي رياضه مهمه جدا، الكل يحب برضه يروحها كسياحه، بحيث ان هو بقى واحد يستمتع كده وهو بينط من الشلال من فوق كده، تحس ان هو دورين بس عارف ان الميه هتشيله، وعارف ان هو هيقع مش هيتدغدغ. لا هو عارف ان هو بينط الرياضه دي كده ومش هيجرى له حاجه. خد بالك يعني. امال ايه؟ ايوه ما هي سياحه رياضيه. سياحه رياضيه ترفيهيه. طيب يبقى شلالات الراين في سويسرا. كمان جزر طبيعيه خلابه في اسكتلندا مثل جزيره سكاي اللي مليانه تلج في وقت التلج، اللي تعتبر اسكتلندا مميزه بهذه الجزيره. بس وقت ما بتبقى بقى التلج اللي هو فصل الشتاء بتبقى عباره عن قطع ثلجيه. عباره عن قطع ثلجيه. يبقى جزر مثل جزيره سكاي في اسكتلندا. في جزيره كمان جزيره كريت في اليونان. عايز اقول لك لحضرتك على حاجه، جزيره كريت دي تعتبر منطقه سياحيه اثريه كمان، لانها كانت معبر يا نسكت. انا ساعدت والله رميت القلم. محمد يا عمرو والله العظيم ما قادر اتكلم، والجو لوحده مقرف، والحمار اللي بيتكلم واحنا بنتكلم انا وانت انا زهقت منك. اسكت اتسد. جزيره كريت كبريت، مش اسمهاش كبريت عشان ما حد، اسمها كريت. من اهم الجزر من اهم الجزر اليونانيه اللي كانت معبر تواصل حضاري، لذلك هي سياحه، لذلك فيها انواع كثيره من السياحه. يبقى لو عدينا كده بالنسبه لثالث حاجه في التضاريس بالنسبه لاسيا هنلاقي 4 حاجات: جبال مثل الهيمالايا، هضاب مثل التبت، كمان مثل جزر مثل جزيره المضيف، ثم الصحاري الحاره والمعتدله. اما بالنسبه لاوروبا هنلاقي جبال مثل جبال الألب والبرانس 2، هنلاقي جزر مثل سكاي في اسكتلندا وكريت في اليونان في قلب البحر المتوسط. كمان هنلاقي شلالات الراين. شلالات الراين من اجل سياحه رياضيه وهي مهمه جدا. اما بالنسبه للحياه النباتيه والحيوانيه، كلنا طبعا يعني احنا الحمد لله القريه والقرى ومصر مليانه حيوانات، حتى البشر حيوانات، الا من رحم ربي قليل والله. ناس محترمه بس اللي قاعده محترمه موجوده كمان معانا في الحصه، الا من رحم ربي. لكن الباقي بتقابل اشكال ايه؟ حيوانات. الباقي ما حدش ياخد المعلومه على نفسه. ماشي. هنا تتنوع الحياه. محمد يا ضياء مش هخلص من محمد عمرو عليك، انت طلعت لي. تتنوع الحياه النباتيه والحيوانيه في اسيا واوروبا. طب والتنوع ده هيساعد على ايه؟ كلنا بنحب سياحه اسمها سياحه الطبيعه الخلابه، واللي ما يحبش الطبيعه الخلابه ده يبقى ما بيفهمش.
ايه الطبيعه الخلابه؟ ان انا اروح حديقه مليانه نباتات او حشائش طبيعيه او غابات طبيعيه ربنا اللي عملها. طب يا استاذ، طب ما انا هروح الغيط، طب الغيط فيه برسيم، في ذره انت اللي زرعه، لكن ما شفتش اشجار زي المنجروف، زي مثلا المخروطيه، زي الصنوبريه، شجر عالي كده كده، فتحس ان انت في غابه طبيعيه، فهي غابه طبيعيه بالفعل، بس تحس ان انت في مكان مميز. ها، والجزر الطبيعيه دي او الاماكن الطبيعيه والمناطق الطبيعيه دي بتبقى اهم سياحه موجوده، اسمها محميات طبيعيه. لذلك حذرت سواء اسيا او اوروبا من استخدام واستهلاك هذه المناظر الطبيعيه والغابات الطبيعيه اللي تحقق سياحه. تمام؟ واكتر دوله في اوروبا فيها منتزهات سياحيه هي اوكرانيا. سياحيه طبيعيه، مش صناعيه الانسان اللي عملها، لا، فيها غابات، فيها حيوانات. يعني انت هنا كمواطن مصري عادي خالص، ربنا خلقك كده طبيعي، فعايز تروح تتفسح، ابسط حاجه بتوع القشيش احنا هنروح حديقه الحيوانات. طب ما مليانه البلد، ايه اللي يودينا الحديقه؟ يقول لك لا، ما انا عايز اشوف بقى الاسد والعب مع الزرافه، اديها جزر تاكل. اذا انت بتروح المناظر الطبيعيه الخلابه دي عشان مليانه كميه حيوانات ونباتات طبيعيه ومنتزهات، تعتبر منتزهات طبيعيه ربنا اللي خلقها، ومن المحميات الكويسه. واكتر مكان فيه منتزهات طبيعيه هو اوكرانيا. في منتزهات وهنتكلم عنها. اكتر مكان في اسيا الصين. لا هقول لك يلا والله، ما الصين، تركيا فيها منتزهات طبيعيه كتير. لا 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 لا، تركيا فيها منتزهات طبيعيه كتير، طبيعيه وتراثيه. جزيره النباتات في اسوان، انت رحتها؟ لا جزيره النباتات اللي بيتكلم عليها دي بقى كميه نباتات طبيعيه فعلا في قلب الجزيره دي في مصر، مفيش فيها جزيره تانية عندنا. ايه؟ مفيش جزيره في العالم؟ لا، ما هي فعلا عندنا في مصر جزيره النباتات في اسوان. طيب خلاص، يلا بقى، يلا التضاريس 4: الحياه النباتيه والحيوانيه. دي كلها عوامل طبيعيه يا حمار يلي بتتخانق انت وزميلك وبتتكلم انت وزميلك. اما المقومات البشريه للبقر اللي زيك يا محمد عملوها، مثل المواقع التاريخيه والتراثيه. اللي اتكلم يبقى هو اللي عليه بالظبط كده. المواقع التاريخيه والاثريه، لو جينا نبص بالنسبه لاسيا وبالنسبه لاوروبا على المواقع التاريخي اللي هناك والاثار، هنلاقي على حسب الحضارات اللي انتوا خدتوها في الترم الاول يا شباب ان فيهم بعض الاماكن اللي تعتبر ذات تراث، ذات تاريخ، مواقع تعتبر اثريه بالفعل، مثل سور الصين العظيم اللي بيدل على حضاره الصين. يبقى اول موقع عندنا سور الصين اللي احنا حولناه عندنا في مصر وقلنا ايه؟ فول الصين العظيم. لا بس مش كلها، الناحيه الشماليه لا. الناحيه الشماليه عشان الجبال، هو كان محمول حوالين النباتات. يعني في الجانب الايه الشرقي موجود، في الغرب موجود، الجنوبي لا. لو تفتكر ان احنا قلنا في تضاريس هنا في الشمال ما كانش عارفين يحطوا فيها سور. ايه؟ في الجنوب كان فيه طيب هو سور كبير جدا حوالين الاشجار اصلا والغابات. 3 2 عندنا كمان من المواقع التاريخيه المهمه برج ايفل في فرنسا يا ياسين، انت ومحمد ضياء. برج ايفل في فرنسا، اللي هو ايفل ده من اهم الابراج العاليه جدا في العالم والمميزه في العالم اصلا، اللي هم اول من عملوه الفرنسيين في الابراج المرتفعه. الابراج المرتفعه اول ناس تميزت بها فرنسا ان تعمل حاجه مرتفعه. الامارات يا حبيبي ده لسه عاملاه قريب. احنا بنتكلم على برج ذات قيمه تاريخيه اثريه قديم من زمان يكون بهذا الارتفاع. ماشي، بس برج ايه؟ تاريخي اثري عدى عليه الاف السنين، لذلك هو موقع تاريخي اثري. رغم كل اللي بيروح فرنسا انا لازم اروح وانزل العاصمه بتاعتهم عشان اتصور عند برج ايفل، لان ده موقع تراثي مهم جدا ومميز ليهم.
طيب ثالث موقع اللي احنا عملناه احنا في اسبانيا، اللي المسلمين عملوه في اسبانيا، وهو قصر الحمراء. قصر الحمراء ده في مدينة غرناطة في اسبانيا. تم بناء قصر في قلب اسبانيا اللي كانت تسمى بلاد الاندلس عندما فتحها المسلمين، اسمه قصر الحمراء في قلب مدينة غرناطة في دولة اسبانيا. يبقى 3 قصر الحمراء في اسبانيا دي في اوروبا. كمان مش بس كده، لو رحت على ايطاليا هتلاقي هناك في ايطاليا مبنى الكوالسيوم. ايه الكوالسيوم ده؟ ده مبنى كان زمان بيبقى عامل زي حلقه كده دائريه. الحلقه الدائريه دي شفت المدرجات الاستاد؟ هو استاد، هو استاد. استاد، بس استاد للمصارعه. في قلب انه في النص تحت كده دايره، الدايره دي مصارعه. اول من اخترعها اصلا الالعاب دي كانت الرومانيين في مبنى اسمه الكوالسيوم، على مبنى او على قمه جبل كبير جدا اسمه الاقربول. فمعنى ان هم يعملوا مسرح روماني كده، حتى احنا عملوا لنا واحد عندنا هنا في اسكندريه. اللي يروح اسكندريه هيشوف حاجه اسمها هناك المسرح الروماني. اما هناك في قلب رومان، في قلب ايطاليا في روما، هيلاقي مبنى اسمه الكوالسيوم، مبنى مصارعه للالعاب الاولمبيه. الالعاب الاولمبيه ده موجود في مدينه روما في دوله ايطاليا. يبقى 4 مبنى الكوالسيوم في ايطاليا. ايه يا حبيبي؟ ماشي. وقديم ومايل كمان ومع صراحه مش مني. 5 كان في راجل مهم جدا حكم الهند، ماشي، يسمى مغولي ولكن مسلم من السلاله المغوليه. ايوه المغول انقسموا فيما بعد، ماشي، في مغولي اسلمت وبقى اسمه محمد، وانشا قصر كبير هناك في قلب الهند والسلاله الهنديه. اسسوا قصر اسمه تاج محل. قصر تاج محل في الهند ده من افخم قصور العالم. اسسه راجل مغولي مسلم. يبقى رابع مكان ولا خامس مكان قصر تاج محل. على فكره انا هخلي حد يقولهم كلهم في الهند. كمان رقم 6 في الاردن، لمدينه قديمه اتعملت امتى يا استاذ؟ اتعملت قبل التاريخ. هي مدينه البتراء. البتراء دي ايه؟ دي مدينه يا ابني اتبنت الجزء اللي تحت منحوت في قلب الصخر، اللي فوق مباني احنا اللي بانيينها عادي. عارف تشبه ايه؟ تشبه المقابر الفرعونيه عندنا، اللي هو تبني في قلب الجبل مدينه ومن فوق ابني بيوت عادي. تحت مدينه وفوقها بيوت انت بانيها بالايد عاديه. تقدر تدخل في قلب الجبل وتعمل ادي هنا بيت فلان وبيت علان، وتعمل وتعمل وتعمل. ده بالفعل حصل في قلب الاردن في مدينه اسمها مدينه البتراء، اللي يعتبر كانوا يقال ان هي برضو مستوطنه من ضمن المستوطنات القديمه اللي سكنها الانسان. في مدينه البتراء في الاردن النصف اللي فوق بناه مبني عادي، مباني عاديه، لكن النصف اللي تحت او الجزء الجنوبي بتاعها مبني في باطن الجبل مثل المقابر الفرعونيه. طيب يبقى دي مدينه البتراء في الاردن. حد يعرف يقول لي ال6 اماكن تاريخيه والتراثيه؟ لا انا مدينه البتراء في الاردن. قول يا يوسف. سور الصين العظيم موجود فين السور الصيني العظيم؟ تمام. ماشي. لا ما انا عارف ان هو في الصين والله، بس عشان نذكر الدوله معاه بالمره. يعني انا عارف ان كلنا عارفين ان برج ايفل فين؟ فرنسا. ايوه ما انا فاهم، بس انا برضه عشان نبقى مميزين يبقى ده الصين الدوله. لو جه قارن لك هتروح قايل له سور الصين العظيم وتسيب كلمه الدوله؟ طيب يبقى لازم نكتب ايه؟ الدوله. انا اقصد كده. بالهند. تمام. مدينه البتراء في الاردن. برج ايفل في فرنسا.
الحمراء في اسبانيا. قصر الحمراء في مدينه غرناطه. مبنى كواليسيوم. كوالسيوم اللي موجود في مدينه روما بايطاليا. طيب التنوع الاجتماعي يا شباب، التنوع الاجتماعي والثقافي، اظن حضرتك الاجتماع والمجتمع وعاداتهم وتقاليدهم ده مش حاجه طبيعيه، لا ده ثقافه بشر، يبقى بشريه، عامل من ضمن العوامل البشريه. يبقى احنا بنتكلم عن المواقع دي، المواقع اللي بناها الانسان مش ربنا سبحانه وتعالى. مش هو مش مناخ، مش تضاريس، مش موقع، مش حياه نباتيه ونباتات، لان ما حدش عمل مننا نباتات الطبيعيه ولا حد مننا عمل حيوانات. فبالتالي العوامل البشريه تاني عامل فيهم هو العادات والثقافات، اللي هي بمعنى صح الحياه الاجتماعيه والتنوع الاجتماعي والثقافي. لكل شعب فن مثلا من فنون المعينه، هل بنتشابه فيه ولا نختلف؟ فن مثلا زي الرسم، يا ابني اصبر، فن زي الرسم زي الموسيقى، هل الموسيقى الاوروبيه زي الموسيقى الاسيويه؟ اكيد لا طبعا. النحت، هل نحت الاسيويين لاشكالهم وتماثيلهم مثل النحت الاوروبيين؟ يختلف، فمتنوعين. لذلك هذا التنوع فرصه كبيره للسائحين من جميع انحاء العالم لاكتشاف اماكن اكتر. يعني مثلا لو جيت بصيت للحضاره اليونانيه والرومانيه بالنسبه لاوروبا، هتلاقيهم هم بيصنعوا التماثيل بتاعتهم كده صنعينها بدقه متناهيه. يا استاذ طب ما احنا عملنا تماثيلنا بدقه، عملناها بتميز. طيب لو جينا بصينا، حد انتوا مش معايا صح؟ انا ماكد والله. النحت يختلف، الموسيقى تختلف، الرسم يختلف. طيب النحت انا بتكلم في ايه؟ النحت اليوناني والنحت مثلا الاسيوي. اليوناني ده مميز في ايه؟ يتميز بالدقه، ان هو بيرسم الشكل على اساس الواقعيه، ولا بقى بيحط له مثلا ايه؟ يعني احنا دلوقتي لما تيجي ترسم صوره تروح عامل ايه؟ تروح حاطط لها فلتر وتبدا تجملها شويه عن الحقيقه، دي مش واقعيه. لكن تعالى بقى روح للهند وهم بيرسموا او ينحتوا تمثال لبوذا بتاعهم ده، ولا ها؟ فبالتالي لا مش دقه متناهيه. هو بوذا كان ليه شراشيب من الناحيه دي وبتاع من الناحيه، يا عم تين لا بس مش دقه متناهيه. هم بيصوروا لك كده ودي مش دقه في النحت. انا عايز اوصل لك، هل النحت بتاع اسيا تشابه مع اوروبا؟ اكيد لا. هل الفنون الاسيويه اليابانيه، يعني مثلا عندك في تايلاند وفي اسيا بالنسبه للرياضات بتاعتهم العاديه اكتر حاجه مميزه عندهم ايه؟ كونغ فو. كونغ فو الصين. في الكونغ فو اساسا دي قوه تايلاند. اكتر حاجه مميزه للشعوب الاسيويه الشرقيه ايه؟ الكونغ فو. الشعوب يا اسطى، الشعوب ها طيب ايوه مميزين في رياضه ايه؟ الكونغ فو. طب روح لاوروبا اكتر حاجه تسمع عنهم ايه؟ كره القدم، صح كده؟ اذا هنا عادات وتقاليد تختلف وهنا عادات وتقاليد تختلف، هنا ثقافات تختلف وفكر يختلف عن الفكر ده. اتفقنا؟ فهذا التنوع ادى الى وجود فرصه للسائحين لاكتشاف حياه اجتماعيه جديده وثقافيه جديده مميزه ليهم. طيب بالفعل عندك قارتي اسيا واوروبا حريصين كل الحرص على ان هم ينظموا مهرجانات تؤدي الى مثلا ان هو ايه؟ ان احنا بنعمل حاجه جديده. يعني عندك اليابان عملت مهرجان اسمه صبرو للتلج. هو ايه صبرو للتلج ده؟ صبرو ده يعتبر من ضمن المهرجانات التلجيه اللي بتتنظم ان تحس كده ان انت ماشي على الواح ثلجيه، وكل حاجه بيخلوها لك في المهرجان ده كانها من ثلج، عشان يقول لك لو هتعيش في الثلج ايه اللي هيحصل؟ لما تيجي تعيش في الثلج ايه اللي ممكن يتغير؟ هل تقدر تقاوم الثلج وتقدر تعيش عليه ولا لا؟ فهم مهرجان عملوه، مش مهرجان ان هو بيعيشك، لا انت بقى حابب تستمتع باجواء الثلج وعايز ابقى زي اوروبا وانا بعيش في الاماكن الثلجيه، او بعيش مثلا في سيبيريا فانا بعيش في الثلج ازاي؟ فراحوا منظمين المهرجان ده في صبرو في اليابان. يبقى منظموا ايه؟ مهرجان صبرو في دولة اليابان. صبرو ده مهرجان ثلجي، ليه؟ ليدل على التنوع الاجتماعي والثقافي. طيب اما البنية التحتية، المباني، هل المباني متشابهة؟
يعني مثلا عندك في مباني بتكون دور واحد في معظم انحاء تركيا، والبيت بتاعها، احنا البيت بتاعنا مستوي، البيوت بتاعتنا مالها مستويه كده، هم بتبقى بالشكل المثلث ده. اذا دي بنيه تحتيه نتشابه فيها ولا نختلف؟ نختلف. هل مباني الهند زي مبانينا؟ لا طبعا برضو. مباني، اتفضل. مباني الهند مش زي هولندا مقلوبه، عاملين مباني مقلوبه. كلامك سليم، الكلام اللي احنا فيه. كلامك سليم تمام. لكن عندك اسيا فيها قوه بنيه تحتيه في اماكن، وبنيه تحتيه مش موجوده خالص في اماكن. عندك اليابان عاملين ابراجهم على سلاسل حديديه، يعني سوست حديديه. عندك الصين عاملين ابراج كده، ناطحات سحاب عملاقه كانها بالزجاج. عندك كوريا الجنوبيه عامله المنازل بتاعتها كانك قاعد في سكنات عسكريه رهيبه. عندك مثلا الامارات وبرج خليفه اللي احنا عارفينه والابراج المرتفعه، وجم عندنا هنا في مصر عملوا مدينه العالمين بنفس ذات الابراج. دي الامارات في مدينه العالمين. يبقى انا عايز اقول لحضرتك ان في بيوت عاديه خالص زي بيوتنا هنا كده، ما بيمشيش فيها الناس ترمي الزباله في الشوارع، ولا بيعمل بيت بعشش، لا خالص، اللي هي العشوائيات. متطورين فيها مثل اليابان، مثل الصين، مثل كوريا الجنوبيه، مثل كمان الامارات في اسيا. دول الاربع دول. طب وباقي الدول بنيه تحتيه ضعيفه. باقي الدول في اسيا اي دوله واحد يقول لي يعني السعوديه بنيه تحتيه ضعيفه؟ السعوديه بنيه تحتيه ضعيفه يا استاذ؟ اي والله ضعيفه مقارنه باليابان. ده مش موجود اصلا. انت عارف يعني ايه العماره بتاعتك على سوسته؟ يعني عشان تقاوم الزلازل والبراكين، ان الزلزال يجي تلاقيك بتعمل معاه كده انت بالعماره، والزلزال يجي الناحيه دي تروح معاه. انت متخيل الفكره؟ الفكره مرعبه اصلا. الفكره لا مش هيقع بقى كده، انت مقاوم للزلازل، بيتك مقاوم للزلازل. ايه؟ لا الحاجات اللي معاك هتتحرك طبعا، بس كفايه ان انت في بيتك ما تهدمش. طيب اما الصين اللي انت عارف يعني ايه تمشي كده يا جدع، ده عملوا بالنسبه للبنيه التحتيه، بالبنيه التحتيه واحد مات عندهم ولا المتوفيين حطوهم في الواح زجاج عشان يشوفوا ايه بيتحللوا ازاي. انت متخيل وصلوا فين بالزجاج؟ وصلوا ان هم بيحطوا الفيروس في قلب زجاج في الشوارع عشان يحذروا الناس بيه. الفيروس زي فيروس كورونا، اتفقنا؟ لذلك هم متطورين في البنيه التحتيه، يعني المباني العاديه بتاعتنا. وبعض الدول الاخيره عندها شيء تطور. اوروبا بقى ما تروح في داهيه انت في فرح. لا انا شغال، انا عن نفسي لسه شغال يا ساكا. طب اخلص اوروبا في الحته دي وخلاص، اخلص الحته دي في اوروبا وخلاص. قاره اوروبا في البنيه التحتيه. عايز اقول لحضرتك ان كنا بنتكلم عن اليابان، عن الصين، عن كوريا الجنوبيه، عن الامارات في البنيه التحتيه. يا ابني انت هو اخر حاجه عشان تمشوا. اظن حضرتك مش هتلاقي زي اوروبا. اوروبا حضرتك انت بتركب فيها القطر بيلف لك القاره كلها. تعرف ان في قطر بيلف القاره الاوروبيه يا باشا، بيلف الدول كلها. فتخيل معايا قطر بس كده يخليك تلف دول القاره. ده انت اتفسحت في كل، لا في قد ايه دي ما اعرفش لان انا ما جربتش. بس تخيل تطور، مدى تطور خطوط السكك الحديديه عندهم. ده تطور، يبقى تطور في البنيه حتى اليابان تحتيه. اليابان برضه ما قدرش، ودول سموهم دول الاتحاد الاوروبي. اخر حاجه يا محمد والنبي عشان نبقى فصلنا بقى الحته دي، تسهيلات الاقامه والضيافه. يعني ايه؟ القارتين دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا فنادق على اعلى مستوى، قرى سياحيه على اعلى مستوى، عشان تجذب كثير من السياحيين والناس السياح اللي تيجي تصيف عندهم. يعني مثلا لو جبت يا حمار سامعين من الاغاني كانوا بيرقصوا. لو جينا بصينا اخر حاجه والله اهو انا خلصتها، لو جينا بصينا على السلاسل الفنادق العملاقه والقرى السياحيه العملاقه اللي معموله في اسيا وفي اوروبا، هتروح هناك انت مش عايز تمشي. طب في الاقامه كان ليا واحد صديقي رايح الامارات، ما هي من ضمن الدول السياحيه في اسيا. فهو عشان رايح الامارات فقال لي ايه؟ قال لي اول حاجه بتلاقي تسهيل الاقامه بتاعك سهل جدا. دخولك للمطار
انت يا باشا ما بتتعاملش مع وهنا ده ولا مع واحد في الشارع. انتوا اللي شغالين. تسهيلات الاقامه يا حبيبي، تيجي تدخل هنا عندك بقى في مصر. تعالى، هو انت جاي منين؟ جاي من الامارات؟ بتفتش الشنطه بتاعتك فيها ايه؟ فيها مش بتفتش تفتيش ذاتي. لكن يا باشا لا، انت بتروح اخرك بتعمل ايه؟ بتتعامل مع الجهاز. انا فلان الفلاني من مصر، تكتب اسمك، هتقعد رحله قد ايه، الشنطه بتاعتك بتسجلها على الجهاز وهي تعدي لك تلاقيها في قلب الطياره. شغل عالي وفاخر من الاخر بصراحه. تسهيلات الاقامه، تسهيلات الضيافه، تسهيلات الانتقال. لما تيجي مثلا تنزل في الشارع تتمشى بالليل، مش زي هنا بقى تطلب اوبر والسواق يجي ممكن ينصب عليك ويقول لك بقول لك ايه يا ريس، الاوبر انا هوديك المنطقه الفلانيه واخد منك السعر الفلاني. طيب تيجي تاخد توك توك من هنا لحد الحسنيه يقول لك 50 جنيه، مش عاجبك 20 يا عم يا طفر. لكن هناك يا باشا انت اللي بتجيب العربيه وبتسوقها بنفسك في قلب الدوله. ماشي؟ وايه مش مثلا ايه انت تاخد العربيه بتاعتي، طب ما انت ممكن تكسرها. ايه يا عم في ايه؟ ما العربيه دي بتبقى شغاله في شركات سواقه. العربيه بيجي لك السواق لحد عندك، يسيب لك العربيه وتنقل زي ما انت عايز في تسهيلات الضيافه والانتقال هناك. اتفضل. هناك في اوروبا اصلا جايبين عربيات محطوط عليها ايجار. ايوه انا فاهم. بتبعت على الابلكيشن اللي هي الماكينه وتاخد العربيه وتمشي. مش زي هنا خالص. انا عايز اشرب مشروب، لسه اروح كافيتيريا وقهوه بلدي شاي لو سمحت ويجيبوا لك بعد ساعه. والله هناك بقى تسهيلات الاقامه والضيافه، انت بس بتضرب على اي جهاز في الشارع. عايز كوفي تاخد ايس كوفي، عايز كوفي نفسه تجيب كوفي، عايز كوفي عنان كله بتجيبه.